يجي الآن على ضربة جزاء ترخات وأيضا زوير مرور، هما جوج اللاعبين اللي كانوا هنا في هذه الوضعية. تابعوا اللقطة، زوير مرور وقع في المحظور وضربة جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي. الآن شوفوا اللقطة من زوايا أخرى، سامبو كاد يسير للكرة الماضية. إذن القرار سعد وضع الكرة ديالو، رجع للخلف، لحظة تركيز، لحظة تركيز من جانب يحيى جبران. عميد فريق الوداد يتقدم للأمام الآن، يصوب والحارس يصدها. مهدي بن عبيد، مهدي بن عبيد يظهر من جديد. شوفوا هنا خروج ديال بن عبيد، القانون واضح، يجب أن يبقى على الأقل قدم على الخط. سقط في المحظور بن عبيد في اللقطة الماضية. إذن يجي قرار من حمزة الفارق يقول إعادة تنفيذ ضربة جزاء. توجيه بطاقة صفراء تأتي في هذه اللحظات. شوف هنالك على ما يبدو جماعة حركاس، نعم، وقبله هابطي. إعادة تنفيذ ضربة جزاء. يحيى جبران، يحيى جبران، مهدي بن عبيد. يحيى جبران يتقدم ويسجل، يسجل هدف واحد مقابل شيء لصالح فريق الوداد الرياضي. 1-0 هنا بمدينة القنيطرة. يحيى جبران يضع الكرة في المرمى بعد أن حاول وضع الكرة في ضربة الجزاء الأولى، ما تمكنش. في ضربة الجزاء الثانية يتمكن من وضعها ببراعة. ونشوفوا اللقطة بالتالي تجي كرة بهذا الشكل. لاحظوا هنا لعبها بكل هدوء، لعبها بكل ثقة. 1-0 للوداد، تقدم في مباراة اليوم. فالآن فيصل إذا كرة تنفذ من جديد بشكل سريع لفريق الجيش الملكي. تمريرة داخل منطقة الجزاء، راسية داخل منطقة الجزاء، وهدف تعادل. هدف التعادل من جانب فريق الجيش الملكي. يحضر في هذه اللحظات عن طريق العربي الناشي. يفرح هذا المدرب نصر الدين نبي. كرة لعبت داخل منطقة الجزاء، 1-1 النتيجة المسجلة. شوفوا هنا الإعادة، طريقة ينزل هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، تمريرة بالراس والإتمام من جانب العربي الناجي. عملية هجومية ستدخل للتدقيق من غرفة الفار، وفيها انطلاقة وفيها إتمام لمشوار هذه الحملة الهجومية من جانب العربي الناجي الذي يضع الكرة في المرمى، معلنا عن الهدف الأول لفريق الجيش الملكي في مقابلة اليوم، هدف التعادل الذي يأتي في هذه اللحظات. حريمات، تمريرة أمامية، عملية هجومية، محاولة دخول داخل منطقة جزاء. جراي كنزل الكرة ديالو، كيحصر كرة، تمريرة جانبية بحتة رأسية، محاولة، فرصة، وهدف. هدف لصالح فريق الجيش الملكي، هدف طريقة جيدة داخل منطقة الجزاء. كتجي كرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة هذه، صويبة قوية من خالد أيتور خان، يضع الكرة في المرمى. لعبات الكرة يعني يمكن نقول بمترابطات صغيرة. الجيش الملكي وقع الهدف الثاني، غادي نتابعوا الإعادة، الطريقة اللي جات من خلالها الكرة الماضية. لاحظوا هنا تمريرة لإنزال ديال علاء الدين أجراي، نزل الكرة بشكل ممتاز، ثم بعد ذلك تصويبة كتجي بهذا الشكل من رأسية، ثم الموقع هو خالد أيت أورخان، مفيد على مستوى التمرير، وبالتالي هدف التقدم. جوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد. هدف ديال فريق الجيش الملكي خالد أيت أورخان. فرحة كبيرة. سقوط الحكم يقول واصل اللاعب، كرة عند زحزوح كيقوم تمريرة بالرجل اليمنى في اتجاه حريمات مراوغة، تمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة، هدف آخر لفريق الجيش الملكي، هدف للاعب لامين دياكيتي.
الجيش الملكي يسجل ثالث الاهداف بعمليه هجوميه. ممكن نقول بانه دفاع ديال فريق الوداد الرياضي نهار تماما على مستوى الشق الدفاعي، الشيء اللي خلى فريق الوداد يعني يتلقى الهدف الثالث. 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. لامين دياكيتي يضع الكره في المرمى مستفيدا من خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. لاحظوا هنا الكره حريمه تقام بالمراوغات، تمريره داخل منطقه الجزاء، استفد من الكره بشكل ممتاز لامين دياكيتي. لاحظوا هنا كره جات بهذا الشكل بهذه الطريقه هذه، حريمات تمريره جانبيه ودياكيتي كيوضع الكره في المرمى. 3 ديال الاهداف مقابل هدف واحد مسجله هنا في الملعب البلدي بمدينه القنيطره. الهدف اللي كيجي من اول لمسه ديال اللاعب لامين دياكيتي اللي دخل منذ لحظات كبديل. مشاهدينا الكرام وعشاق الساحرة المستديرة أينما كنتم، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي على اليوتيوب فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي تتوصل بكل جديد على قناتنا أهداف مغربية، قناة مختصة في ملخصات وأهداف كرة القدم لفرق وطنية وكذا تحركات محترفين المغاربة. لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك تشجيعا لنا. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم ونلتقي في فيديو جديد.